هنقول بقى نتائج الاسبوع الثالث من دوري نايل دلوقتي، وشوية ارقام برضو بسيطة كده. فاركو وطلائع الجيش 1-0 لطلائع الجيش. البنك الاهلي وكهرباء الاسماعيلية التعادل الايجابي 1-1. المصري وبيراميدز التعادل الايجابي 2-2. الاسماعيلي والاتحاد 1-0 للاتحاد. سيراميكا وانبي 2-0 لسيراميكا. دجلة وبتروجيت 1-0 لبتروجيت. الجونة وغزل المحلة التعادل السلبي 0-0. المقاولين وحرس الحدود التعادل السلبي 0-0. سموحة وزد التعادل الإيجابي 1-1. مودرن والزمالك 2-1 للزمالك. طبعا كلنا عارفين إن الأهلي الأسبوع الثالث كان باي، أحرز 16 هدف في ال10 ماتشات، شح تهديفي في أول 3 جولات بطريقة غريبة. كمان 5 حالات طرد و58 انذار. 5 حالات طرد و58 انذار. بيقولوا ان الاسبوع الثالث ده هو اعنف اسبوع في ال3 اسابيع اللي اتلعبوا. كمان هنقول ان النادي المصري والنادي الزمالك مناصفة هما اول الدوري، وكل واحد ليه 7 نقط من 3 ماتشات. سلام.